كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. يا رب تعرفي تقولي حاجة من اللي أنا مروان جاي مجهز لنا موضوع كالعادة من أول الأسبوع. كتير بنروح زبان. انت طبعا يا مروان ممكن ما كنتش بتروح مناسبات كتيرة اجتماعية عشان ما عندكش أصحاب. بس مثلا ممكن تكون بتروح مناسبات زي أفراح، خطوبة، عيد ميلاد، عقيقة، عزومة عائلية، أيا كان. أوكي، المفروض تبقى مثلا دي لحظات لطيفة، الواحد بيبقى متحمس ان هو يروحها، بتكون يعني مستنيها ايا كان يعني. وساعات بتروح الحاجات دي وترجع مش مبسوط، او تحس بالعكس ان انت بقى الموضوع ده انت رايح واجب، مضطر ان انت تروح، فاهم؟ وبياخد من طاقتك يعني. الفكرة بقى اللي عايزين نفكر فيها، ايه اكتر مناسبة اجتماعية اوكي ضروري انك تروحها لكن بتحس انها بجد تقيلة مرهقة نفسيا، بقى مش قادر، ما عندكش الطاقة ليها ايا كان يعني. ايه اكتر مناسبة من دول؟ عندك حاجة من دول؟ عندي كذا حاجة الحقيقة. عندي كذا حاجة. مثلا انا ماليش في يعني بقالي، خليني اقولها ايه، بقالي مثلا 15 سنة ماليش في الافراح خالص. اوكي، بروح للمقربين قوي والناس العزاز قوي والحبايب قوي. اوكي، بس لكن فكرة لا معزوم على فرح حد من اصحابك عادي، مش لا، ما انا اصحابي يا متجوزين يا مطلقين، فمفيش حد يكون هيتجوز تاني. لا تالت. يعني ممكن نروح عشان الحبايبي منهم والعزاز عليا منهم ولادهم بقى، احنا في مرحله ولادهم اللي بيتجوزوا. لما بتروح لما بتروح افراح ولادهم بتبقى رايح حاسس ان انت لا ببقى تمام مبسوط، لان اللي بيتجوز او اللي بتتجوز دي كانت من كام سنه بتلعب في الرمل. لا مش قوي كده برضه. مش معقول تشبيهاتك كلها مقرفه زيك. الحقيقه يعني بتلعب في الرمل مالها؟ معلش حاجه مقرفه برضه، مش بتلعب في المراجيح مثلا. ايه القرف ده؟ ما ده في جنينه الاطفال. جنينه الاطفال كمان في غدا على البحر. لكن في افراح كتير تاني ما بروحش. اوكي ماشي، تقول على قلبي قوي، ولو اضطريت اروح عشان مجامله او حاجه بروح اصور صوره الكوشه اياها ويجي لي تليفون، ايوه الميه غليت، سقطوا المكرونه، انا جاي حالا. محمد. بالظبط كده. اوكي، اعياد ميلاد. اعياد ميلاد اطفال لا، بس يعني اصل اكيد لو اصحابك مش هيبقى جاي عامل تورته وعازمكم على سندوتشات يعني بيتشيبان يعني، فاهم؟ بس الايه اللي هي البيتشيبان. لا انت ايه سندوتشات بتقولي اعياد ميلاد ايه؟ اللي هو اصحابك مش ولاد اصحابك. لا يعني. ولاد اصحابي اولا يعني لما كانوا صغيرين ما حصلتش كتير. لا عاده ما بتلاقيش رجاله قوي في اعياد ميلاد الاطفال، يعني عاده بيبقوا الامهات والعيال. بروح بس يعني لما بيبقى عيد ميلاد حمزه عشان لازم ابقى موجود، مش عشان حاجه. بس او لو عيد ميلاد فيه اكل، هو كل عيد ميلاد فيها اكل. اوكي، انت ما عندكش اصحاب كده، ما بتتعزمش كتير صح؟ قال له هم 3 مثلا. انت اصحابك تقريبا 4. قولوا ورايا يا جماعه. اللهم اعف عنها وعافها واشفيها. طيب استنى اشوف لك مناسبات تانية. عقيق والحاجات، العقيقه والحاجات دي زي الاعياد ميلاد. طبعا بروح عشان الاكل. طبعا رز ونيفه. اللحمه. رز ونيفه طبعا. اوكي، لا انا ما باكلش. لا ما بروحش يعني، بس يعني اوكي. ايه تاني؟ في ايه مناسبات تاني؟ عزا ده لازم. لا عادي دي في عزا وصلاه جنازه والحاجات دي لازم. بس لو ما لحقتش صلاه الجنازه بروح العزا. لا دي ما فيهاش اصل دي مش بتبقى تقيله على القلب، ده واجب. في ايه مناسبات تاني؟ لا متهيألي ما فيش تاني صح؟ هو في حاجه تاني؟ لا ما فيش. يعني غير كده هي دايما يا افراح يا اعياد ميلاد يا خطوبه. ما حدش بيعمل مثلا حفله بمناسبه نجاح ابنه او بنته. مين يعمل حفله؟ العزومات بتاعت رمضان. لا دي انا ما عنديش مشكله فيها، الا لو عزومه انا مش عايزه اروحها، يعني بتاعت اصحابك ولا الحاجات العامه؟ لا الحاجات العامه ما بروحهاش، بطلت. بقالي سنين، بقالي 3-4 سنين ما رمضان تحديدا. انا ما بروحش علشان بحسها، او بروح يعني مثلا بتعزم مثلا على 10 سحورات مثلا او 10 فطارات، ممكن اروح منهم 1 أو 2 بكتير. اوكي. الناس برضو ليهم معزة عندي، فبروح المكان او بروح للشخص. اوكي. بس لا انا عزومات عند اصحابي او انت اي اكل ببلاش انت رايحه. اولا علشان انا ما بيبقاش عندي اكل، مش بطبخ يعني، مش ببقى قادره يعني، مش يعني ليه
فاهم، وببقى عارفه ان في اكل حلو. شحاته يعني بتروحي تشحتي اكل؟ ما انا بروح بقى باكل اكل حلو، ببقى عارفه ان في اكل حلو يعني. في ناس بس معينه عارفه نوعيه الاكل هتبقى، يعني الاكل هيبقى حلو ازاي، فاهم؟ بس اوكي فاهم بس فاهم قصدي. فاهم جوه مبارك. طبعا انتوا عارفين انه المناسبات عامه مش بتخلص على حضور وسلامات، ساعات بيبقى فيها مروان بتروح لابس حاجه معينه، رايح فرح حد قريب اي حاجه، وخصوصا لينا احنا البنات فستان خد جديد. روح تنطرقت معاك. لا فيها لبس جديد، فستان جديد، بدله جديده، ايا كان. ممكن لو عيد ميلاد هديه، فقرة المواصلات برضو حتة يعني، فاهم؟ مواصلات فالموضوع مش بيبقى بس ضغط عليك. راكب تمنية بالبدلة فالبدلة كرمشت. بص لو جاي تهزر قول لي همشي. همشي، روح شوف برنامج جد. انا جاي اهزر. امشي امشي. فالمهم الفكرة انه بتبقى مش بس ضغط اللي هو انت رايح بالعافية او مش قادر او حاسس انها بتسحب من طاقتك، لكن هي بتسحب من الاكاونت بتاع البنك بتاعك برضو، حسابك في البنك. بص يا سيدي، استنى عشان بتاع قفلت. في دراسة اجتماعية اتعملت دي السنة اللي قبل اللي فاتت 2023، أكدت إن 31% من المدعوين اللي بيروحوا الأفراح دخلوا في ديون علشان يقدروا يغطوا التكاليف اللي بتيجي مع الحاجات دي. وده اللي من الأسباب اللي بتخلي الناس تشوف إن الأفراح أوقات كتير بتبقى عبء مالي أو عبء اقتصادي عليهم أكتر ما هي مناسبة رايحين كلنا نتبسط فيها ونفرح للعروسين. نفرح للعروسين. بيبي شاور وجندر ريفيل اللي هو السبوع بس الجندر ريفيل ده حاجه مؤخرا بقت تتعمل، ما بقتش يعني مش مشهوره قوي في مصر يعني. يمكن مؤخرا ناس معينه اللي بتحب تعملها، يعني اللي هو يقولوا ان نتفاجئ كلنا البيبي هيطلع بنت ولا ولد. بنت ولا ولد. فاللي هو مثلا بلالين تطلع من جوه التورته لونها لبني او بينك او فده بس دي مش متعارف عليها قوي في مصر يعني، بتتعمل بس على اطار صغير قوي. في دبي بقى نشوف يروح جايب لها، نفتح البوكس الكبير قوي، العربيه تطلع يا وفاكره لما انت عملتيها عرس وفران وبراس. جندر ريفيل. حفلات الخطوبه مالها؟ مش عارف، بحس انها صوره مصغره من الفرح. انا بشوف هي بتتعمل على حسب لا وشيء محبط قوي يعني. بحط نفسي مكان بعد كل التهييس اللي احنا عملناه ده، انا هروح البيت عادي مع ماما وبابا. يعني لا وارد تسيبوا بعض عادي جدا برضو، وارد مثلا الخطوبه كمان لما بتتفسخ اللي هو قالوا ايوه يا محمد، لا سوري انا مش عايزه اكمل وخلاص. هوب مش حاسه. ظهرت برضو حاجه ما اتكلمناش فيه، نسينا نقولها، الاوتنج. الخروجه بتاعت قرايه فاتحه. فانت عاملين النهارده الخروجه في المطعم الفلاني، اللي هو انت رايح هتروح تكوع تمن ان انت موجود وبتحضر ده الاوتنج ده، فاهم؟ سواء بقى الخطوبه، قرايه فاتحه، نجاح. بس ده بيبقى تعويض عن يعني بالذات في الخطوبه بيبقى تعويض عن الناس اللي ما بتعملش خطوبه، فبيعملوا خروجه بمناسبه قرايه الفاتحه او خطوبه للعيله والاصدقاء المقربين، وبعد كده بيخرجوا عشان يتبسطوا بقى مثلا، فاهم يعني؟ ممكن يكونوا عملوا خطوبه بس على الضيق، بس فيها برضو في الصلنسي. بس فاحنا نسينا نجيب سيرتها دي. طب استنى بقى عشان انا معايا جراسه. انا سمعتها ماشي. في مش عايزه اعرف سمعت ايه. في مناسبات زي الافراح او العزومات الكبيره، الناس بتحس ان هي لازم تروح يا مروان او تبقى باينه بشكل مثالي في احسن حالاتهم يعني. لبس حلو، العيله كلها مع بعض، الدنيا شكلها معمول حساب يعني حاجات كتير، وده بيسبب توتر وضغط نفسي. دراسه انجليزيه اتعملت السنه اللي فاتت، دراسه بتقول لكن على العرايس مش المعازيم خلاص، وأكدت إن 84% حسوا بتوتر وضغط نفسي قبل أو أثناء الفرح، و40% قالوا الضغوطات كانت أكبر من طاقتهم، و26% قالوا إنهم قلقانين من الميزانية، و45% قالوا أو شايفين اختيار الضيوف أصعب جزء ممكن يكون، يعني أصعب جزء خاصة لما يكون محدد ليك رقم معين، رقم ناس تعزمها معين. أنا بشوف إن الجواز كله على بعضه أو فقرة الشقلباز بتاع الفرح ده